ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير جدا جدا. صباحكم كده مشرق بنور الله. صباح الفل والورد والياسمين. وحشتوني كتير جدا جدا. ربنا يدومكم دايما في حياتي، اللهم امين. يلا كده ندخل الفيديو النهارده. شايفين الرزة بتعمل ايه؟ الفيديو النهارده جميل جدا، كله كده طاقة، مليان شمس، مليان حماس. بصوا، خبطت كل اللي كان قدامي. معايا العصاية طبعا، فكل اللي قبله كنت بديه كده عصايتين كده اللي مسمعش الكلام. عملنا ايه؟ رزة. وايه ده اللي انت بتعمليه؟ يلا ندخل على الفيديو. وقبل ما ابدأ الفيديو حابة اشكر كل الناس الجميلة اللي دخلت عندي القناة. يا مرحب بيكم، نورتوني. ربنا يدومكم دايما في حياتي، اللهم امين. طبعا طالعين كده النهاردة ان شاء الله بإذن الله حصاد. عملنا الفاصوليا. الناس اللي سألتني يا رزة انتوا بتزرعوا فاصوليا عندكم في الصعيد؟ وقلت لكم ان انا ان شاء الله باذن الله هنزل معاكم الفيديو ده مخصوص علشان تعرفوا ازاي احنا بننشف الفاصوليا في البيت وبنعملها وبيطلع عين امنا وابونا. علشان نعمل محصول الفاصوليا في البيت. مفيش طبعا. الجو شمس النهارده ان شاء الله باذن الله. ربنا يا رب يجعل ايامكم كلها زي الشمس. طبعا في الارض في الغيط الجو بيكون ساقع، فمش هينفع ان احنا ننشرها فوق السطح. فهوريكم دلوقتي ازاي بننشرها وبنعملها فوق السطح وبنخليها كده خزين السنة كلها ناكل منها، يعني نطبخ منها وكده. ده طبعا اللي هو متبهدل حوالين من الباقي اللي احنا فرشينه في الارض، بس ان شاء الله بصوا هخليه كده فل، هخلي السطح كده معلهوش ولا حباية فاصوليا من اللي انتوا شايفينه كده. هو لازم العرش بتاعها يترمي يمين وشمال. بصوا هي دلوقتي كده ناشفة زي ما انتم شايفين كده، هي كده دلوقتي نشفت خلاص. هننضفها ازاي؟ مجهود جبار. مجهود جبار في الفيديو ده. يا رب كده اتمنى الجميع يكون بخير، اللهم امين. زي ما بوريكم كده اهي الفاصوليا. هنعمل ايه يا رز؟ فضلت زي ما انتوا شايفين كده في اول الفيديو بنخليها تنشف ونرجع بقى طخ طخ طخ. يعني نعمل لها كده عملية ايه؟ شفتوا اللي يكون متغاظ من حد وينزل فيه طحن؟ هي ديت نفس القصة. انا هنا بعمل بالغربال بتاعنا، او اسمه ايه بيقولوا عليه ايه تاني؟ النشابة. لا، النشابة التانية اللي احنا بنفرد بيها. ده الغربال يا جماعة، ده بنعمل بيه اهو. بنزل كل القش كده الناعم وكل الترابة الناعمة. عايزة اقول لكم بصوا بقى هفضل اعمل كده وانفخه. بصوا لو انتوا متغاظين اليوم ده من حد وبتعملوا المصلحة دي تحط همكم. حط همكم كده فيه وغربلوه كده. شفتوا البني ادمين اللي احنا عايزين نغربلهم في حياتنا؟ انا بفتكر بقى ان انا عايزه اغربل مين في حياتي، فببدا هنا ان انا ايه؟ اعمل له كده طح زي ما انتوا شايفين كده. هغربل كده البني ادمين. اغربل كل البني ادمين كده في حياتي زي ما بغربل الفاصوليا كده واطلعها كده ورد. اخلي الناس الورد في حياتي ورد، وهغربل الناس اخليهم ينزلوا كده زي التراب. طبعا ربنا يخليكم ليا ويديمكم دايما في حياتي. كلكم فوق دماغي بدون استثناء. الناس الجميلة اللي من خارج مصر نورتوني. اهل السعودية، العراق، الكويت، الامارات، البحرين، ليبيا، سوريا، الناس الجميلة. ربنا يدومكم دايما في حياتي، اللهم امين. وزي ما قلت لكم كل مرة هنقول اسم قناة من الناس الجميلة اللي بتكتب لي تعليقات حلوة. ربنا يا رب يخليكم ليا ويدومكم دايما في حياتي. هسيب لكم اسم القناة في اخر الفيديو علشان تدخلوا عندها. ربنا يا رب يدي الجميع كده، اللهم امين. وربنا يحبب فيكم خلقه، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا عملنا اول شوية وعمالة الم بقى. عايزة اقول لكم اليوم ده طلع عيني وانا بلم كده بالعصيان، والم شويه بالجردل، والم شويه. طلع عين. بصوا عايزه اوريكم اهو. اللي عايز يشوف دي الفاصوليا البيضه يا بنات، مش البسله، دي فاصوليا
بنعملها، بيزرعها والدي وبنجيبها فوق السطح ننشرها علشان الدنيا شتا في الغيط، فما ينفعش انها تشتي عليها وكده، فبنجيبها فوق السطح. فوق السطح بيكون زي ما انتوا شايفين كده صبة معمول خرسانة، فبينشف بسرعة. لكن في الارض في الغيط بيكون طبعا طين وتراب، فما بينفعش ان احنا نسيبها في الغيط لحد ما المحصول بتاعها يشمس وكده ويبقى ناشف كده وجميل زيكم كده. ربنا يدومكم دايما في حياتي. لو وصلتي من هنا للفيديو حطي لي لايك علشان ما تتكهربيش من اللايك، لان اللايك مش بيكهرب ولا اي حاجة. اللايك هو اللي بيرفع الفيديو علشان اقدر استمر بوجودكم. ربنا يخليكم ليا وعيلتي الكبيرة اللي انا بديتها تكبر ان شاء الله كمان وكمان. انا بحب طبعا، انا مش غلبانه ان انا اقعد في بيتي واقول امي وما اعرفش ايه والكلام ده كله. لا والله يا جماعه، خلينا بقى في شويه في الجد. انا بساعد والدي ووالدتي علشان ربنا يا رب يكرمني في بناتي. الفتره اللي بروح بقى في الصعيد فيها في الصعيد وكده بفضل اساعدهم. هنا رزه بتقلدني جايبه عصايه بصوا خفيفه خالص ونازله، لكن عايزه اقول لكم العصايه اللي معايا دي تقيله قوي قوي. اليوم ده وجعت لي ايدي، يا لهوي عليا وعلى اليوم ده اتشكشكنا يا بنات. عايزه اقول لكم ان الورق القشر بتاعت الفاصوليا ليها بوز كده من قدام، بصوا عامله زي الابر. عمالين انا وامي يا حول الله اليوم ده ناخد ابر كده في رجلينا في ظهرنا في ايدينا. اليوم ده عايزه اقول لكم رزه دخل في ايدها واحده والله العظيم هتسمعوا صوتها دلوقتي بتعيط عماله تصرخ، وانا اقول لها زي بعض معلش. بصوا هنا البيوت جميله والحياه حلوه والشمس طالعه، ودايما كده يكون عندنا امل للدنيا وللحياه، والشمس صافيه والسما صافية. ربنا يا رب يصفي قلوبنا، اللهم امين زي الشمس كده يا رب العالمين. هنا بقى بصوا عماله اعمل ايه، اضرب في الفاصوليا وارجع اغربل، اضرب واغربل. عايزه بقى اعمل ايه في البني ادمين اللي انا متغاظه منهم في حياتي، اغربل اضرب فيهم واغربلهم كده. والله ما اخلي حد. شوفوا بقى رزه. استنى زي ما انتوا سمعتوا صوت رزة بقى هي ايه عمالة تعيط. ما تسكتي بقى يا رز، خليتني نسيت وانا بمنتج. هنا بوريك اهو ده جميل الطعم ده، البسيه دلوقتي. ده بقى يا بنات اهو المحصول اللي انا بقول لكم عليه. دي الفاصوليا اهي لسه وهي خضرة كده، كانوا اخر شوية في الغيط جبناهم. بصوا هي كده بفضل كده انشر فيها كده 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 على الصبة لحد بقى ما تنشف زي ما انتوا شفتوا كده. وانزل كده بالعصيان بقى اديها يمين وشمال لحد كده ما تطلع لي المحصول بتاعي بتاع الفاصوليا. ربنا يا رب يدومكم دايما في حياتي، اللهم امين. استنوا بقى انتظروا بقى الفيديو الجاي او الفيديو اللي بعديه، مش عارفة هنشوف المحصول بتاعنا طلع قد ايه. وتعبنا كتير جدا جدا اليوم ده واتهرينا. والله عايزه اقول لكم البتاع القشر بتاعها الغلاف بتاعها يعني بيشوك كده، بيدي حقن اتنغزنا انا وامي. هنا بقى عايزه اقول لكم الشمس كانت حاميه اليوم ده، فضلنا نشرب. بصوا دي الكوبايه بتاعت الصعايده يا جماعه المشهوره عندنا في البلد. عايزه اوريكم بقى وهي خضره، في نوع منها اخضر، النوع ده اللي هي ماما قالت لي النوع ده احمر معرفش. بصوا هو احمر، هو ظاهر معايا كده في الكاميرا مش احمر قوي يعني. بصوا احمر، ده لونه احمر. دي بقى النوعية التانية من الفاصوليا بتاعتنا. ربنا يا رب يكتر الخير. وده كان الفيديو النهاردة، يا رب يعجبكم. لو وصلتي من هنا للفيديو ما تنسيش كده تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب قد كده اهو علشان عيلتي الجميلة تكبر بوجودكم يا احلى واغلى متابعين عندي في الدنيا. هنا بقى ماما بنتي عماله رزه ديت زهقتني اليوم ده، عماله نشيل في الحاجه ونحطه وهي الصندل ومش الصندل والكلام ده كله. هنا بقى ماما بتقول لي ارنب دخل تحت الباب ده طلعيه، قلت لها ماشي. هوريكم بقى الفاصوليا اللي نشفت اهي. بصوا عماله، بصوا السن اهو اللي بوريه لكم من قدام اهو.
ده بيعور والله العظيم، وبيجرح كده، جرح فينا لما شبع. هنا بقى بنت عمي واختي امي عماله تقول لي نادى عليهم يعملوا مكانك شويه. عماله نادى عليهم يا بنات بقالي ساعه، مرضيوش بقى ولا سامعين الكلام. شوفوا بقى، نزلت بقى في البيت طحن، اديتها حته جردلين كده فوق دماغها. قلت لها تعالي، انا عماله نادى عليكي تعملي وانت مش راضيه تيجي تعملي معايا شويه. طب خدي بقى الجردل وهوب دب وكمان واحده. وجيت قلت لها اطلعي بقى يا روح امك، كملي بقى شويه مكاني علشان انا تعبت بجد اليوم ده. تعبت تعب والله. في الفيديو ده عايزه اقول لكم في حاجات كتيره جدا بعملها معاكم من ورا الكاميرا والله. شايفين بفضل اخليها غربل فيها وادب فيها كده بالعصايه لحد ما تبقى تراب كده زي ما انتم شايفين كده. لان هي ملهاش ما عندناش مكنه ليها تعملها بقى، ولا تعمل فيها ايه. يا رب رحمتك من اللي انا شفته الفترة ديت في الصعيد، والتعب اللي تعبناه ان شاء الله في ميزان حسناتي، وان شاء الله الاقيه في ولادي والاقيه كده في صحتي. ربنا يدومكم دايما في حياتي. شايفين المحصول ما شاء الله ورايا كده، اللهم بارك. وده كان الفيديو النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. اشوفكم ان شاء الله دايما مبسوطين يا رب كده. فيديوهاتي بتكون بتديكم طاقة ايجابية دايما، وتديكم كده حماس، وتديكم كل الطاقات الحلوة الايجابية. واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم. بصوا بقى يا بنات، اهي القناة اللي بقولكوا عليها. اتمنى تدخلوا عندها وتشجعوها، بجد تستاهل، وبنت عسولة كده وحبوبة. بجد شكرا ليكي يا شهد هاني، ربنا يوفقك يا حبيبتي ويوفق الجميع، اللهم امين. ومتشكرة ليكي بجد بجد بجد، متشكرة ليكي على تعليقاتك الجميلة عندي. ودي قناتها يا بنات، ادخلوا عندها واشتركوا.